ليه فيلم عسل اسود احسن فيلم مصري اخر 20 سنه؟ الفيلم ده من الافلام اللي كل ما تكبر في السن تتفرج عليه بنظره مختلفه. من اول الفيلم والمخرج عايز يقولك ان الدنيا مش هتبقى حلوه مع مصري زي ما هو فاكر، وانه هيتصدم زي مشهد الكحه على سلم الطياره ولقطه الازاز اللي بيخبط فيه في الاوتيل. اي حاجه اتعملت واتقالت في الفيلم ده كانت مقصوده ومش صدفه. شوف كميه التفاصيل والرسائل المخفيه ورا الكلام والكادرات. تفتكر ليه عبد المنصف ملبسينه بدله وجرافطه وهو رايح الشغل؟ موظف مطحون في حياته ومش لاقي فلوس يتجوز ويجيب شقه، ورغم كده ملزم انه يلبس بدله ويبان انه اشيك واحد وهو رايح الشغل. قمه الغلب. وركز مع الجورنان اللي بيقراه عم هلال كل يوم، وسعيد بيقول لمصري اهو نفس القعده دي كل يوم، وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العادات. الفيلم كان بيناقش مشاكل المجتمع المصري وقتها زي التعليم والبطاله، لكن بطريقه كرتونيه ساخره كده تخليك تضحك على المشاهد دي. ومن احلى الحاجات اللي في الفيلم ده انه بيعرض صفات الشعب المصري وعاداته وتقاليده، شهر رمضان ولمه العيله على الفطار وطقوس صلاه العيد وعمايل الكحك والعيديه واكل الفسيخ، وان ازاي الموسيقى بتوصف مشاعر مصري من حاله الحزن والاحباط لانه يحاول تاني يتاقلم ويبدا يتعود على العيشه في مصر. وكل المشاكل اللي مر بيها البطل طول الفيلم خليك وانت بتتفرج تسال نفسك هو انا المفروض اضحك على البطل ولا اعيط. ينتهي الفيلم بان مصري اخيرا يقرر يفضل عايش في مصر وما يرجعش امريكا، وان العسل صحيح لونه اسود لكن مش هتعرف طعمه حلو قد ايه الا لما تجربه بنفسك، وان هي فيها حاجه حلوه فعلا. لكن للاسف حماسه بقى زي سعيد ونوسه بقت زي ابتسام.